وهو ده بقى سر نجاح الدونر. النهارده هنعمل مع بعض الدونر اللي قالب الدنيا الفتره دي، حرفيا قالب الدنيا. جاهز؟ جاهز. اول حاجه جبنا اللحمه المفرومه، دول 800 جرام. اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. ودلوقتي هنتبل اللحمه. بصله كبيره قوي مبشوره وشيلنا الميه بتاعتها منها، ودي ميه البصل هناخد منها معلقه واحده بس. 4 معالق كبار زبادي. وكل التوابل اللي بتحطوها على اللحمه انا هحط توابل لحمه جاهزه، فمش هحتاج ان انا احط بهارات كتير. وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. اخر حاجه كان ممكن اصدقها في حياتي ان انا اعمل دونر كباب في البيت. حطينا شويه ملح وهفضل اعمل فيها كده عشان خاطر ما استخدمش الكبه واوسخ حاجات كتير. وهنجيب ورق الزبده اللي هنعمل فيه الدونر، وناخد كوره من اللحمه المفرومه. احنا قسمناهم 4، فده كده ربع الكميه اللي احنا عاملينها، ونحطها هنا ونحط عليها ورقه زبده تانية، ونبدا ان احنا نفرد بالشكل ده لحد ما نرفعها خالص. وكده فردناها كلها كويس قوي. واو مسطره. نقفل. مظبوطه مظبوطه 100 100. ونعمل كل اللي جايين بنفس الطريقه. ورقه زبده، كوره لحمه، نفرد، نقفل ونكمل. وكده عملنا اخر واحده، ونرصهم بالشكل ده جنب بعض، ونحط جنبها الطماطم والفلفل وبصله، وهندخلهم الفرن 25 دقيقه على درجه حراره 200. وبعد نص ساعه ونبدا ان احنا نفكها كده. سخنه جدا خلي بالك. ادي اول واحده. ريحتها رهيبه. المفروض بقى نقطع كده، والمفروض ان هم يدخلوا الفرن تاني عشان ياخدوا تحميره. ودي كانت رابع واحده عملناها. وبصوا يا جماعه، دي ارفع واحده واحلى واحده. هو الرفع ده كده الدونر اللي بجد. وهو ده بقى سر نجاح الدونر، ان انتوا هترفعوها خالص لدرجه انها تتساوي بورقه الزبده، او يبقى فيه كمان ورق زبده باين منها في النص عادي. ليه دي بقى طلعت كده؟ جماعه احنا عندنا فرنين، اللي تحت اللي هو المروحه، واللي فوق اللي هو بيبقى شوايه مع فرن. فدي اللي كانت لوحدها استوت فرن وشوايه. فانتوا لو هتعملوه اعملوه فرن وشوايه. وكده بعد ما دخلناهم المره الثانيه عشان ياخدوا تحميره. ودي الكميه كلها بعد ما حمرناها تاني مره في الفرن. هنعمل بقى الساندوتش. قطعنا شويه بصل وعليهم بقدونس، وهنحط عليهم سماق. جبنا العيش وناخد شويه دونر كده. الطماطم اللي حطيناها في الفرن هنشيل من عليها قشرتها كده. فلفلايه، شويه بصل من اللي دخلناهم الفرن. ودي حاجه من عندي يا جماعه عشان انا على طول باكل الكفته معاها البصل ده، وبيبقى طعمها تحفه. وشويه من السلطه اللي عملناها. شكله راح في حته تانية كده. ونقفل بقى الساندوتش. برافو عليكي. علينا. عليكي. مليان الوان من جوه، فلفل وطماطم ودونر وبصل. اللحظه الحاسمه. بسم الله. دونر فلاش باك تركيا حالا. طعمه فعلا قريب جدا من الدونر اللي احنا اكلناه في تركيا.